الإعلان الدستوري المكمل ورفض حل البرلمان. واعتبرت الحركات القبطية أن المعركة الآن بين المجلس العسكري والإخوان ولا دخل للحركات الثورية بها، حسبما أفاد بشوي تمري منسق اتحاد شباب ماسبيرو أن عدم المشاركة يأتي في سياق رفض الدخول كطرف في معادلة يسعى كل من طرفيها لتحقيق مكاسب بعيدة كل البعد عن الثورة وأهدافها. فادي يوسف القيادي بائتلاف أقباط مصر أشار لعدم مشاركة الائتلاف في المليونية، وقال أن الائتلاف لم يحدد موقفه حتى الآن من إيه بالظبط. طب احنا معانا فادي يوسف على التليفون. مساء الخير يا فادي. اهلا مستر ايهاب. ازيك؟ ايه الاخبار؟ قول لنا موقفكم ايه بالظبط. هو لسه حتى يعني لسه حالا منتهي ائتلاف اقباط مصر من اجتماعه الاسبوعي. ايوه. وحددنا موقفنا النهائي من المليونيه بتاعت بكره اللي في التحرير. ايوه. المليونيه بتاعت بكره كانت مبدئيا المليونيات التحرير مبنيه على 4 حاجات: الاعلان الدستوري المكمل، صلاحيات الرئيس، حل البرلمان، والضبطيه القضائيه. الضبطيه القضائيه صدر ليها قرار امس بالغاء وقف قرار وزير العدل اللي احنا كائتلاف كنا متضامنين في الغاء الضبطيه القضائيه وده انتهى. تمام. فبالتالي الثلاث اشكال الاخرين اللي هو صلاحيات الرئيس والاعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان اللي هيدينوا عليهم مليونات بكره احنا رافضين ليهم. ايوه. ما احنا اساسا يا استاذ ايهاب اقمنا الثوره المصريه من اجل تحجيم صلاحيات الرئيس الجمهوريه. فازاي احنا دلوقتي بنطلب بتوسيع صلاحيات وبنرجع تاني لنظام طاغوت او ديكتاتور جديد نوضعه على راس الرئاسه المصريه؟ طيب قول لي يا استاذ فادي. الثوره المصريه بتاعتنا. طيب استاذ فادي قول لي ايه رايك في مكان يعرض علينا الان من استاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره لما قال انه الإعلان الدستوري المكمل يحتوي على مواد تضمن صلاحيات واسعة جدا لاستمرار وجود الجيش بتشكيل المجلس الأعلى الحالي للقوات المسلحة في الحكم. تمام. إيه رأيك في حاجة زي كده؟ الإعلان الدستوري المكمل فعلا شامل صلاحيات تتناسب بشكل رائع مع رئيس لمرحلة جديدة تنتقل بمصر من الدولة العسكرية للدولة المدنية. يعني على امل ان هي تكون دولة مدنية يعني. يعني انتوا مع فكرة انه يبقى في صلاحيات كبيرة للقوات المسلحة دلوقتي في موازنة مع التيار الاسلامي. وتلقائيا الصلاحيات دي هتتوزع ولما يتم انشاء برلمان جديد بعد البرلمان الحالي هترحل للسلطه التشريعيه. طب قول لي مثلا عمل لجنه تاسيسيه للدستور هترحل ليها صلاحيات، فاحنا هنوزع ادوار بس لما تنشا هذه الكيانات بشكل مكتمل. طيب اسالك سؤالي الاخير هو مساله التيار الثالث اللي هو التيار المدني اللي بيقف في الوسط ما بين الدوله العسكريه والدوله الدينيه، هل اعلنت الحركات القبطيه موقفا من هذا التيار؟ احنا كائتلاف اقباط مصر بعد اعلان انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيس لجمهوريه مصر العربيه وتخوف الكثيرين ان تتحول من مصر من مدنيه لدينيه، نحن اصدرنا قرار باسم ائتلاف اقباط مصر مسلمين ومسيحيين الحياديه والمطالبه من رئيس الجمهوريه الحياديه والحفاظ على الهويه المصريه المدنيه الوسطيه، والمطالبه بقى بمنع كافه اشكال التمييز وتفعيل مبدا المواطنه الكامله وبعض المناهج اللي بتعم على جميع المصريين ان تكون مصر دوله مدنيه، وده اللي هيرتقي فعلا بمصر لمستقبل افضل. طب انا بشكرك. هناك فعلا امثله لدول اتبعت المسمى دوله دينيه فتراجعت لمستوى دول العالم الرابع والخامس. أنا بشكرك يا أستاذ فادي يوسف منسق ائتلاف أقباط مصر. طبعا معروف أن الجماعة الإسلامية على موقفها في استمرار الاعتصام وبميدان التحرير وأنها هتشارك في أي فعاليات